عسلامة ومرحبا بكم أعزائي المتابعين. منال عمارة ضيفة في برنامج فكرة سامي الفهري تثير الجدل بعض الانتقادات، وأول أسئلة اللي يسألهم لها الباباراتزي منها أسئلة كثر فيها الانتقادات وفما اللي تعاطفوا معه. منهم السؤال الذي اللي سألوا الباباراتزي المنال عمارة وقال لها: منال عمارة، المرأة اللي قطعت لها رزق تهزك فن وتمشي للجبانة وتدعي بيك، وبعد شهرين تصبح منال عمارة تخسر برشا فلوس وثروة كبيرة وتخرج من المطعم. ترد منال عمارة وتقول له: أنا كان حاجتي نشكي بيها المرأة هذه، راني شكيت بيها وخذيت حقي، أما أنا مانيش بنت حرام، أما أنا ما عملتش الشيء ذا خاطر كانت نجم تتوقف، وخسرت من جرتها وعرفتها هي شكون، وهي كانت السبب في اللي صار، وهي اللي سحرتني وخلتني نخسر الفلوس هذيك. لكن مش مشكل، نجيب غيرهم والحمد لله يا ربي. وفما شكون تعاطف مع منال العمارة، كما نعرفوا السحر خايب ياسر واللطف يا ربي. فما شكون تعاطف معاها على خاطرها تسحرت وتضرت من جرة السحر هذه، وفما شكون ما تعاطفش معاها وقال علاش هي تكون سبب فيش تقطع لها رزق. كان ما قطعت لهاش منال العمارة رزقها، راهي ما خمتش انها باش تسحرها ولا باش تدور حتى بها.